سلام يا مغامرين، كيفكم حبايب قلبي؟ واخيرا رجعت لكم بمقطع جديد. معكم انصاري بعد غياب طويل من داخل جيرماني المانيا. الحمد لله وصلت على المانيا لعند اخي محمد بعد عذاب كتير كبير. واليوم ان شاء الله بهذا الفيديو راح احكي لكم قصتي كيف انا وصلت على المانيا والمخاطر اللي انا واجهتها والحياة الصعبة اللي كانت بالطريق، ولكن الحمد لله بالأخير رب العالمين فضل علي. يا مغامرين بعد هالانقطاع هذا الطويل بدي إياكم كلياتكم تفجروا تفجير زر اللايك هذا الفيديو وتشتركوا بالقناة، لأنه رح ترجع مغامرات قوية ما شفتوها بتاريخ اليوتيوب والتيك توك وتويتر وفيسبوك وكل البرامج. رح ندمر الساحة تدمير يا مغامرين. أنا بحبكم كلياتكم وتابعوا هذا المقطع، كونوا متحمسين. اللايك من زمان ما حطيتوا لي لايك، أنا بحبكم. يلا فيا مغامرين، صدقا كتير متحمس. 4 شهور أنا ما كمشت الكاميرا، يعني جد كأني مبتدئ باليوتيوب. الكاميرا إلى وهرة مثل أول أيام زمان تتذكروا، بس كتير متحمس ومبسوط. مبسوط أولا إني الحمد لله وصلت لألمانيا، وثانيا مبسوط إني رجعت لكم وإنكم عم تطمنوا علي وشفتوني. شوفوا البيوت ما أحلاهم بألمانيا. ألمانيا غير أبدا، ما بتشبه تركيا يا مغامرين. انتوا حبيتوها ولا ما حبيتوها؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. واللي بده يسالني يا انصاري انت شو المحتوى اللي بدك تنزله، راح اترك لكم اياه مفاجاه وما رح احكي فيه ابدا هلا لانه مو وقته، بس ان شاء الله راح تنصدموا. ويا مغامرين، شو المهم اللي بدي احكي لكم اياه، انه راح يكون في عمل مشترك بيني وبين شخصيه مشهوره وكلياتكم بتحبوها، بس ما رح لكم مين هي. بدي انتوا تقولوا لي تحت بالتعليقات مين هذا الشخص يا انصاري اللي انت اجتمعت فيه وكتير بحبه كتير. اكيد راح تعرفوا، بس ما لكم اكتبوا تحت بالتعليقات لاشوفكم اذكياء. ان شاء الله عن قريب راح يطلع معي يا مغامرين، بس جد عم نجهز لكم شيء ولا نتفليكس ولا الافلام الاجنبيه باذن الله. شيء كثير متعوب عليه. بعد هالغياب هذا اللي انا غبته اكيد ما راح ارجع لكم وايدي فاضيه واعمل لكم محتوى مثل اللي هلا كل المغامرين صاروا يعملوه. طبعا مع احترامي لاي شخص مغامر، انا بحب الكل وما عندي مشاكل مع حدا، لاني كثير مبسوط ومالي خلق اني اتناقر مع حدا. خليوني يعملوا اللي بدهم اياه، بس دائما راح كون انا المميز وانا اللي ما حدا بيقدر يقلدني ان شاء الله. شوفوا الكلب ما احلاه. ان شاء الله نحن دائما رقم 1، رقم 2 ما بنقبل. ونحاول. شوفوا الطرقات انتم، شوفوا الرعب. هي الغابة بس لحالها رعب، يعني هي لحالها محتوى. طبعا هي انا ما عم فرجيكم شيء، انا هيك فايت على حديقة، ها مو غابة. لقيت شيء، تفرجوا. شوفوا هي انا هيك فايت على حديقة، ها وطلع لي فيها قبر واحد ميت ليكو. شوفوا هاي حديقة، فما بالكم اذا رحت لكم على اماكن مهجورة وفيها رعب. شايفين هذا قبر، ما بعرف اذا هيك شايفينه، ما بعرف مين اللي مدفون هون. هل هو ساحر؟ هل هو انسان عادي؟ هل هو كائن غريب؟ الله اعلم. بألمانيا في كائنات غريبة، في وحوش، في كل شيء. فرجوا لي هيك المنظر هذا تحت الوادي، طلعوا. وبرجع بقول لكم هذا المكان حديقة وليس غابة الظلام او غابة مرعبة من غابات ألمانيا، لا ابدا. فهيك يا مغامرين، بظن اني طمنتكم عني وحكيت لكم قصة حياتي وقلت لكم ان شاء الله راجع لكم بمحتوى، بس هالمرة بدي وقفتكم معي. وتحياتي بوجهها لجميع المغامرين باليوتيوب، الله يسعدكم ان شاء الله ويوفقكم. بس باذن الله قلت لكم محتواي ما رح يتكرر، وراح تشوفوا شيء مو موجود بالسوشيال ميديا، لا يوتيوبر اجنبي ولا حتى يوتيوبر عربي سواه. قلت لكم انا غبت وما رجعت ايدي فاضية، وبمساعدة هذا الشخص اللي أنا كتير بحبه اللي هو موجود هون بألمانيا، إن شاء الله رح نستحل المركز الأول بالكوكب كله. وحتى إذا في كواكب تانية نقدر نسافر عليها رح نسوي المستحيل ونروح. أنا بحبكم يا مغامرين، انتظروا. والشغلة الأخيرة قبل ما أروح يا مغامرين، بدي أنتوا تحذروا مين هذا الشخص اللي إن شاء الله رح نحطم الأرقام القياسية أنا وياه. قلت لكم أنا كتير بحبه وهو بيحبني. اكتبوا لي تحت بالتعليقات، واللي بيعرف مين بيكون هذا الشخص بدي كافئه. واللايك، وصلت لنهاية الفيديو لهون انت وما حطيت لايك، يا حيف عليك، على اساس انت من جيش انصاري. وانت الشخص الغريب اللي هلا دخلت اول مرة بتشوفني. انا انصاري مغامر رقم 1 ولله الحمد في العالم بالمغامرات. طبعا هذا مو تباهي او عم بتكبر انا، بس الحمد لله ثقة بالله وفيني وبالناس اللي بيحبوني. فاشترك عندي راح تشوف شيء ما شفته بحياتك. الى اللقاء. وهي نهاية الفيديو القبر.